أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة الفيديو ده تكملة للفيديوهات اللي فاتت اللي عملناها في أسابيع قبل كده. بنتكلم فيها عن أكتر 10 حاجات مش هيوحشوني قوي في كندا، لأني حاليا أنا بفكر أنقل وأرجع أعيش في الوطن العربي تاني. وعشان كده فيديو النهاردة هيكون عن أكتر 10 حاجات أنا متأكد إني غالبا مش هفتقدهم قوي في كندا، بس خلوا في بالكم إن الحاجات دي مش بس حصريا على كندا، هي موجودة في كندا وفي كل البلاد الموجودة حوالين العالم. حاجات كويسة وحاجات وحشة، أي بلد فيها كده. وموضوع النهاردة جه لأن الحقيقة في مشاكل كتيرة جدا، ناس جدا بتتكلم عن كندا وبتشوفها إن هي واحدة من بلاد اللي واخدة سمعة قوية جدا إن هي نظيفة مثالية ما فيهاش عنصرية، وإن هي بلد يعني ما حصلتش مفيش زيها، وإن هي الأحسن من أي بلد تانية. ولكن أنا أحب أقول إن طبعا كل ده بيعتمد على حاجات كتيرة جدا، بيعتمد بشكل كبير جدا على المقاطعة اللي أنت عايش فيها في كندا، على وضعك الاجتماعي، على وضعك المادي، وكمان على ظروفك الشخصية. فخلينا نبدأ بأول وأهم حاجة. أول نقطة وهي واضحة جدا وهي من الحاجات اللي مش هفتقدها في كندا، اللي هي تكلفة المعيشة. للأسف الدنيا في كندا بقت غالية جدا جدا، يعني للأسف دلوقتي أنت لو نزلت أي مثلا جنينة في كندا هتلاقي في عندك حوالي 30 40 خيمة، يعني ممكن تقول كده ان احنا بقوا بيسموها مدينة الخيام. وده لان الناس اللي عايشين في كندا النهاردة بقوا مش قادرين يسكنوا، مش قادرين يوفروا ثمن الإيجار، مش قادرين يلاقوا سكن مناسب، وغالبا كانوا بيعانوا في جوانب كتيرة جدا تانية. فبالنسبة مثلا لموضوع تكلفة المعيشة، حاجة جنونية انك تشوف ده في بلد من دول العالم الأول اللي عندها قوة شرائية كبيرة، وعلى المستوى الدولي كمان. انت بتتكلم على ان كندا مش بلد صغيرة، انك تلاقي ان في كندا في ناس عايشين في خيام، في حدائق عامة. في الحدائق دي فيها مثلا عائلات بيروحوا عشان يقضوا وقتهم فيها ويستمتعوا بيها، ولكن للأسف لا، ده شيء محزن جدا. المحزن اكتر كمان ان ده كمان بيأثر بشكل كبير جدا على الشباب والناس اللي اصغر مني حتى في السن. يعني انا عندي 39 سنة، بقى صعب جدا تلاقي وظيفة تقدر تغطي حتى مصاريفك الأساسية وتخليك تعيش لوحدك، يعني عيشة كريمة، وتعمل على الأقل أجازة واحدة مثلا في السنة من غير ما تضطر يعني تقعد تحوش كتير، على الأقل سنتين عشان توفر تمن تذكرة واحدة. لأن كندا الناس ما عندهاش مشكلة إن هم ياخدوا ديون كتيرة جدا عشان يوصلوا لمستوى من الحياة كويس، انه يقدر يجيب بيت يقدر يعيش كويس. وبالتالي فبقى من المستحيل دلوقتي في كندا انك تعيش لوحدك كده وتقول انا هقدر اوفر كل حاجة. وبالتالي فبقيت محتاج يا اما شريك في الحياة، يا اما مراتك تشتغل، يا اما تعيش مع حد مثلا بيت شير مرتبكم انتوا الاثنين يقدر يوفي رنت وتدفعوا التكاليف اللي عليكم كلكم. الناس كتيرة ما تعرفوش ان متوسط تقريبا دخل الشخص الكندي العادي حوالي 60,000 دولار. طبعا ما تتخدعش وتفتكر ان 60,000 دولار دول رقم رهيب وعالي ورقم كبير جدا خالص. الرقم ده رقم طبيعي جدا، ويعني غالبا ما بيكفيش، لانك محتاج تاكل وتشرب وتسكن من ال60,000 دولار غير الضرائب اللي هتطير منك، وده اللي هقوله في بقيه الفيديو. وكمان شيء محزن جدا ان بقى اغلب الناس في كندا دلوقتي بيلجأوا لبنوك الطعام عشان يوفروا احتياجاتهم الاساسيه من المأكل والملبس والمشرب. ان حتى بنوك الطعام في كندا مش قادره تمول نفسها من كتر ما الطلب عليها بقى كبير جدا. جوهر المشكله هو ان الاجور بقت ثابته جدا مش بتزيد، وفي حين ان تكلفه المعيشه انطلقت، انفجرت مش انطلقت. خاصة العقارات هنا في كندا ارتفعت بشكل جنوني، فكمية الصعوبات اللي الناس بقت بتعيشها. وأنا كشخص مثلا من الثلاثينات زي ما بيقولوا، ممكن تقولني في وضع كويس من الناحية التقنية، بس الحقيقة إن أنا بكسب أكتر شوية من متوسط الأجور في كندا. ما عنديش ديون، ما عنديش مدخرات كبيرة هقدر أقول يعني أنا راجل غني، قادر أعيش كويس في كندا، بس مش قادر أجيب مكان لنفسي، مش قادر أشتري لنفسي بيت بالمستوى اللي يليق بيا في هنا في تورونتو أو في فانكوفر. بس اللي أقدر أقول عليه إني أقدر أعيش عيشة كريمة معقولة، بس في أضيق الحدود، على قد اللي باخده زي ما بنقول. ولكن هي الفكرة إنك هل اللي أنت بتاخده ده هيفضل يغطيك طول العمر ولا لأ؟ هي دي بقى المشكله والديلما اللي بنخش فيها هنا في كندا دايما لما بتتكلم مع اي حد. طب يلا دلوقتي نخش على النقطه اللي بعدها. النقطه الثانيه في القائمه هي مش هتكون مفاجاه، لان هي الضرائب العاليه جدا مقابل خدمات اجتماعيه تقريبا اقل من المستوى اللي انتوا يعني طالبينه او عارفينه. وده ما كانش الحال قبل كده، لان في اوائل الالفينات مثلا اللي انا عارفه ان كان الحياه اسهل بكتير. دلوقتي بقت صعبة قوي، يعني مثلا عشان تلاقي دكتور عيلة مثلا فاميلي دكتور كويس لو احتاجته مثلا ده صعب جدا، ده بقى شبه مستحيل. احنا قعدنا ندور على فاميلي دكتور مدة طويلة لغاية ما قال لك هوبا ده في واحد دلوقتي فتح فاميلي دكتور وبيقبل ناس جديد. بقى صعب، شيء صعب جدا. وحتى لما بتلاقي فاميلي دكتور يا ريته يبقى كويس ده. والمدارس اللي بدأت كفاءتها كمان تقل ومستوى التعليم بينخفض، بخصوص مثلا خدمات الرعاية الاجتماعية. لو عندك اي حاجة مشكلة عايز
حاجات اجتماعية هم ممكن يساعدوك في ده. مقارنة ببعض الدول التانية احنا لسه لا، كندا كويسة في دي، وخصوصا كمان لو كنت انت واحد من اصحاب الدخول المنخفضة في كندا، لانه في دول تانية كتير بصراحة لو ما بتكسبش فلوس الحكومة مش هتديك حاجة بأمان. لكن في كندا هنا بصراحة الحكومة بتخصص تمويل كتير جدا للناس اللي مش محظوظة وما كانش معاها فلوس أو عندها مشاكل مادية، وكل الناس هنا عندها رعاية صحية شاملة. وفي شبكة أمان أكتر للناس الضعيفة أو الناس المتوسطة، يعني نقول قليل محدود الدخل ومتوسط الدخل. ولكن من الناحية التانية لو شخص بيكسب دخل عالي أنا ممكن أتساءل وأقول له بصراحة هو أنت إيه اللي مخليك قاعد هنا في كندا؟ انت يعني لو مالكش عيلة واهل وعيشة هنا في كندا بصراحة حرام، لانهم ببساطة هيدفعوك كمية ضرائب ضخمة ممكن توصل ل50% من دخلك، بيدخلوك في شرائح كبيرة جدا مقابل خدمات اجتماعية مش هي الافضل. انا لو شخصيا كنت راجل ملياردير يعني انا الصراحة كنت هختار اعيش يعني في سويسرا، في سنغافورة، بيدوا هناك ضرائب 10% والحياة حلوة بدل ما ادفع 50% في كندا. وبصراحة الخدمات في هناك بتبقى أفضل بكتير وبيئة أفضل بكتير. احنا هنا وصلنا في كندا لانحدار في حاجات كتير قوي. لو أخدنا مثلا المثل الكندي البسيط اللي هو هنقول موظف العادي اللي بياخد 60,000 دولار في كندا، أعتقد إن هيكون ضرائبه في حدود من 25 ل 26%. الحقيقة ده مش حاجة وحشة قوي، معقولة يعني ال 25 26% هتضيف، بس المشكلة عليها بقى ان عندك ضريبة لو عندك بيت، ضريبة الكربون تاكس على البنزين، وحسب المقاطعة اللي انت عايش فيها وحظك يا ضريبة المبيعات اللي ممكن توصل لمبالغ برضو بتبقى كبيرة شويتين على حسب المكان والمقاطعة. فلو خدنا كل ده في الاعتبار ممكن اقول لك ان متوسط الضرائب اللي بيدفعها الكندي للحكومة تقريبا سنويا 40% من دخله. تضرب بقى 40 في 60,000 يطلع لك حبة فلوس حلوين. شوف دول هيعملوا لك ايه في الاخر. النقطة الثالثة في القائمة بتاعتي هي وسائل النقل العامة اللي هي بقت محدودة او مفقودة للأسف. كلنا عارفين ان كندا بلد بتعشق العربيات بشكل كبير جدا، والناس هنا بيحبوا السواقة قوي، والسواقة هي نمط حياة، يعني دي حاجة صعبة قوي تكسرها عندهم في المستقبل. المشكلة الواضحة التانية هي إن كندا بلد كبيرة ضخمة، هي تاني أكبر دولة بالمقارنة في العالم كله، يعني ما فيش حاجة تقريبا. أول دولة هي روسيا، كندا تاني واحد. فتخيل إن أنت مثلا دولة بالحجم ده كله هم محتاجين استثمارات قد إيه عشان يعملوا بنية تحتية ضخمة ويقدروا يبنوا كمية وشبكة مواصلات ضخمة تغطي كندا دي كلها. ولكن الواحد زي مثلا ما بيحبش يسوق قوي بصراحة، أو كل ما بتكبر في السن بتكسل، عايز وسيلة المواصلات الأسهل. فطبعا انا بقيت محبط لانك شويه انت عايز مثلا اتوبيسات، مترو، حاجات تسهل عليك الدنيا بدل ما تاخد عربيتك عشان تروح كل مكان. فهو للاسف يعني لو انت مش عايش في تورونتو او فانكوفر او مونتريال خلاص مش هنشوف اي حاجه، ما فيش تقريبا مواصلات يعني. ومن الضحك كمان ان كندا لسه حاليا بيتكلموا عن انشاء قطارات سريعه بين المقاطعات وداخليا في المقاطعه الواحده. تقريبا اوروبا مثلا مربوطه كلها بشبكات خلاص قطوره سريعه جدا. ايطاليا فيها ايتالو، واحد من اسرع القطارات في العالم يعني. اليابان خلاص وصلت لمراحل متطوره جدا. الصين، كل الناس خلاص عملوها. فلما تبقى كندا واحدة من دول العالم الأول ولسه ما عندناش قطارات سريعة في كندا، شيء يكسف. مش بس كده، ولسه كمان عشان ياخدوا وقت يدرسوا، وقت ينفذوا المشروع الضخم ده كله، يعني ده هياخد سنين، ده هياخد عمر مش سنين. يعني في النقطة دي بصراحة كندا لسه متأخرة عن العصر اللي احنا فيه. يعني وسائل النقل بصراحة مش هقول لك أحسن حاجة. يعني مثلا أنا كنت ساكن في وسط البلد، عشان أروح كوسكو اللي في أوفرلي بوليفار اللي هو مثلا يعني مفيش، باخد مواصلات ساعة وربع. طب تفتكروا لما اشتريت عربية بقيت باخد نفس المشوار في قد ايه؟ 15 دقيقة. ايوه. النقطة الرابعة من الحاجات اللي مش هشتاق لها قوي في كندا بصراحة هي المسافات الطويلة اللي بتاخدها عشان توصل لأي مكان. يعني طبعا زي ما قلنا كندا تاني أكبر دولة في العالم، فطبيعي إن أنت عشان تعدي أي حتة من مقاطعة لمقاطعة بتاخد ساعات. فيعني أنت مثلا عندك عشان تاخد من أول كندا لآخرها 8 ساعات بالطيارة عشان تنتقل من ساحل للتاني. وبالتالي بنعتمد بشكل أساسي على إيه؟ يا ويست جيت يا إير كندا، اللي بصراحة ما يتوصوش، بيستغلونا استغلال في التيكتس بتاعت الطيران. أنا مش عايز أقول لكم إن يعني ارقامهم مخيفه، انت ممكن تسافر ب 600 و700 دولار تيكت رهيبه يعني. وده بيأثر طبعا عليا كشخص متوسط الدخل في كندا، عشان اسافر من مثلا مكان لمكان جوه كندا بدفع لي مثلا 600 دولار انا كشخص، ولو معاك مثلا مراتك لو معاك ابنك هتدفع مبالغ كبيره جدا. طبعا المشكله الثانيه ان كندا برضو لانها منعزله هي وامريكا،
في حتة لوحدهم كده. أنت عشان تطلع أوروبا عندك 8 ساعات، عشان تروح لأي حتة في شرق آسيا بتتكلم لك في يعني لو وقفت هنا حتة وهنا حبة وبتاع 25 30 ساعة مرتاح يعني. فعشان كده حتى السفر لكندا بقى شيء مش سهل يعني. أنا حتى لما كنت بسافر مصر من تورونتو انت بتتكلم في حوالي 12 ساعة على مصر للطيران خط واحد، فيعني تكلفة عالية جدا ومسافة كبيرة جدا، وكمان وقت انتظار في الطيارة مدة طويلة جدا. النقطة رقم 5 في القائمة بتاعتي هي المشاكل في الرعاية الصحية. الحمد لله، أنا هقول الحمد لله إن أنا شخص الحمد لله صحتي بشكل عام مقبولة كويسة. ما اضطريتش أعمل حاجات مجنونة قوي عن طريق النظام الصحي في كندا. في المجمل لو كنت يعني صريح معاك، ويمكن ذكرتها في فيديوهات قبل كده وهحطها هنا، تجربتي ما كانتش وحشة الحمد لله. لما يعني خدت الرعاية الطبية ورحت الإمرجنسي كانت كويسة. اضطريت استنى برضو لفترة طويلة. في مرة اضطريت انتظرت انا ومراتي 9 ساعات في الطوارئ و3 شهور عشان اقابل الاستشاري. ولكن لازم اقول ان يعني انا اعرف ناس كتيرة مروا بأسوأ من اللي انا عملته يعني مع النظام الصحي، وكان عندهم مشاكل بيحجزوا مثلا الإشاعة العادية في 8 شهور و9 شهور. إشاعة عادية أو إشاعة مقطعية مثلا. النهاردة بقى أنت عندك الناس عشان تحدد ميعاد لدخول مع استشاري أو عشان تعمل إشاعة بتقعد سنة كاملة. في ناس قال لك ان هم استنوا في ساعات في اوض الطوارئ عشان بس يدخلوا من 10 ل 15 ساعه، وده كان كلام غير مقبول ولازم ما يحصلش. وواضح ان كندا عندها مشكله كبيره جدا كمان في نقص الكوادر الطبيه، يعني مقارنه بعدد السكان الضخم اللي زاد في السنوات الاخيره والنظام الصحي مش قادر يتواكب. قلناها في الفيديوهات اللي قبل كده وغيري قالها، مش قادرين يتواكبوا مع اعداد الناس. وبيكون الدكاتره والممرضات مضغوطين بشكل رهيب مع المرضى، وعادة بيعالجوا الأعراض بس يعني عشان يريحك كده خد تايلانول، يلا خد الدواء ده حلو. فبدل ما يكون عندهم وقت كافي عشان يكشف المشكلة الحقيقية، لا أغلب الكلام بيقول لك إيه، تعالى تعالى نعالج أي مشكلة عندك صغيرة، ويلا بقى تعالى اتكل على الله وتعالى لنا مرة تانية. فتقول له طب يا دكتور، طب أنا عندي مثلا عناية كمان وجعاني مثلا، لا لا والله أنت تجيلي بقى احجز كشف جديد عشان تيجي مرة جديدة. وده كله ليه؟ عشان ياخد من الحكومة فيزيتا تانية أو زيارة تانية. النقطة رقم 6 في القائمة هي الجودة بتاعة الأكل، الخضار والفاكهة. لو أنت مثلا كنت في الصيف واشتريت من اللي بيسموه الفارمر ماركتس مثلا، هتلاقي الفواكه والخضار اللي أنت هتشتريها من المزارع المحلية اللي مش بيستخدموا مواد كيماوية بصراحة كانت حلوة جدا جدا. يعني أنا ومراتي اكتشفنا إن الأكل كان جميل بصراحة. خاصة كمان ساعات بيجي حاجات من مزارع في بريتش كولومبيا أونتاريو في الصيف، الحاجات ممتازة وكلها حاجات مش متعالجة بمواد كيميائية بصراحة، وبتبقى حاجات ممتازة وتكون الحقيقة لذيذة جدا. يعني الفاكهة والحاجات الكندي بتكون ممتازة. ولكن في الأغلب في أغلب فصول السنة يا بيستوردوا من المكسيك يا بيجيبوا من أمريكا. وطبعا بصراحة ده ما يتقارنش بأي فاكهة من الحاجات اللي احنا عارفينها في الوطن العربي والفاكهة الجميلة بتاعتنا. النقطة السابعة في القائمة بتاعتي مش هتكون مفاجأة لحد، هي الجو. طبعا احنا ما عندناش براكين ولا اعاصير ولا زلازل، وده الحمد لله شيء كويس جدا. ولكن في مشكله صغيره، انك اسوأ حاجه انك تتعامل مع البرد الشديد. يعني لو انت كنت واحد من الناس اللي بتحب الجو الدافي، وانا قلتها قبل كده، ما تجيش كندا، مش بتاعتك خالص. جو تلج تلج رصاص موت يعني، هتتلج من كتر الساعه. النقطه الثامنه وهي ممكن تكون شويه مثيره للجدل، بحيث اني بكون يعني انا مش خبير في المواضيع دي، ولكن هقول لك انا بقول بصراحه رايي كمواطن. والنقطه دي هي تطبيع استخدام المخدرات. انا شخصيا ما بقتش احس بالامان زي زمان. يعني احنا لما رحنا كندا الدنيا كانت امان اكتر في المدن الكبيره، لكن دلوقتي بقى انتشار المخدرات وتقنينها وان الناس بتاخد مخدرات من المحلات عادي كده بقى شيء يعني مش احسن حاجه. يعني لو انت كنت زرت فانكوفر اكيد ناس سمعت عن شارع اسمه هيستينجز ستريت او ايست هيستينجز. المنطقة دي فيها مستوى ليفل تاني بقى، ليفل تاني من المخدرات. يعني الناس هناك بتضرب مخدرات لدرجة ان يعني بيشبهوهم بالزومبيز من كتر من انواع المخدرات اللي موجودة هناك، بتخليهم يعملوا حاجات زي الزومبيز، اللي هو تلاقي عينيهم ابيضت وحولوا بيتنوا ويعملوا حاجات ويخشوا ينطحوا نفسهم في الاتوبيسات وفي العربيات. بقت حاجة مخيفة، يعني انت ممكن اي حد يتعرض لك بشكل جنوني. عشان كده الناس بتتجنب المناطق دي. وبصراحة انا في رأيي الشخصي انا مش حاسس ان الحكومة عملت كفاية عشان تشيل المخدرات من الشوارع. يعني اول حاجة انت اولا لازم يبقى في عقوبة على الناس اللي بتبيع او بتتاجر في المخدرات بصراحة. يعني ما ينفعش انت تقول لي لا المخدرات اصلها حاجة طبيعية والناس تستخدمها ونقننها ويلا نشرب مخدرات وعادي. لا مش عادي، لان مثلا مش مؤمن برضو بفكرة الحكومة مطبقها حاجة اسمها الامداد الامن، اللي هو النهاردة انا واحد مدمن مخدرات فيقول لك طب تعالى انت يوميا ليك حصة من المخدرات هتاخدها من الحكومة
مسموحة لك رسميًا مش تهريج، بيروحوا ياخدوها في الshelters أو في الصيدليات أو كده، عشان تغطي فرق المخدرات اللي هم ما بياخدوش، اللي جسمه ناقصه عشان ما يموتش. طب ما حضرتك أنا ده بيتاخد من ضرايبي أنا، يعني أنا أعتقد إن في خدمات تانية أفضل بكتير إن إحنا نصرف عليها، زي التعليم، زي الصحة، نحط الشوارع اللي اتكسرت من كتر التلج وقلة الصيانة. لأ، يعني أنا رأيي حُط الفلوس دي في حاجات مفيدة بدل ما تدّيها للناس تشرب بيها مخدرات. وبعدين أنا كراجل tax payer ليه تاخد فلوسي بدون إذني وتدّيها لواحد عشان يشرب بيها مخدرات، يأذي نفسه وبعدين يرجع يأذيني، يضربني بسكينة، يسرقني في الشارع، يتعرّض لأهلي وهُم ماشيين في الشارع. النقطة التاسعة في القايمة هي النقطة يعني interesting جدًا وعايز أسمع رأيكم هنا في التعليقات. أنت لو شخص عايش في بلد أجنبية هتاخد ك النقطة دي بمحمل الجد والّا لأ؟ وهي الفكرة المتعلقة بالديون، بالقروض، بcredit cards. يعني بالنسبة لي من الجنون إن أشخاص مثلًا ممكن يبقوا 35، 36 وعليه 50,000 ديون تعليمية و700، 800,000 قرض عقاري و220,000 على الcredit cards. وده طبعًا بيعتبر شيء غير طبيعي، يعني كلّهم عايشين بالديون. الحقيقة إن كتير من الكنديين مدركين إن في دول تانية معدلات الفايدة بتكون أعلى، عشان كده هم بيقول لك لأ إحنا الاقتراض عندنا رخيص، طب ما ناخد من البنك، فمستحيل تشتري أي حاجة إلا لو أنت فعلًا عندك فلوس في البنك. فبمناسبة مثلًا القروض العقارية، كندا مثلًا واحدة من يعني أكتر الmarkets السخنة جدًا في مجال العقارات. أنت النهارده بتشتري البيت ممكن بعد سنة تقوم ضارب البيت بايعه وتكسب لك فيه 300,000 مرتاح كده وأنت قاعد. عشان كده هم بيحاولوا ياخدوا قروض عقارية كتيرة جدًا، وبيحاولوا يدّينوا كتير جدًا عشان يقدر يقول لك طب ما أنا ممكن أدّي النهارده بس أعمل إيه، ده استثمار ناجح جدًا ليّا. يعني أنا على سبيل المثال كل أمّا أكلم البنك عندي مشكلة أو أروح للبنك أقول لهم أنا عندي مشكلة، يقول لي مش عايز قرض، ندّيك قرض، أقول له مش عايز، يقول لي طب أدّيك حاجة اسمها line of credit، أقول له مش عايز. طب أقول لك إيه، تاخد 50,000 أقول له لأ، طب تاخد 100,000 أقول له مش هاخدهم. يقول لي ليه بس أنت زعلان ليه، ده الفايدة ده ولا حاجة، ده الفايدة قد كده، ده أنت خلّيهم معاك. باقول لك خلّيهم معاك في البنك تستفيد بيهم. أقول له طب أنا آخد قرض أدفع عليه فايدة أستفيد بيها في إيه، وأنا هاحطهم في البنك. بحيث يمكن تحتاجهم، يمكن تتزنق. أقول يا عم مش عايز أتزنق ما دام ما تحطونيش في حاجة تلبسوني فيها في الفوايد، لأن هم في الآخر خالص يوم ما تتعثر وما تبقاش معاك فلوس أنت جيت على حجره. ادفع يا حلو عشان هم مش هيرحموك. في النهاية أحب أقول إن أيوه هي دي كندا، يعني خصوصا في السنين الأخيرة بحس إن في انقسام كبير جدا في التفكير، وبدأ يبقى في عنصرية واضحة وغريبة. يعني كونك عربي آسيوي مسلم أسود ساعات كتيرة بيكون في تحفظ وخوف من إن هم يعينوك أو يستفيدوا من خبراتك بدافع إنك يعني بتميل بالتعصب والعنف، وإن ده طبعا إحنا عارفين إن ده مش صحيح. كونك جاي من طرف تاني من العالم من حتة تانية ممكن يأثر على المجتمع ككل بشكل أفضل، ولكن الناس هناك بيختاروا إن هو يلوم الطرف التاني على كل المشاكل المختلفة. هم مجتمع كونزرفتيف جدا محافظ جدا، بيفكّروا إنّك يعني أكيد راجل غريب، فيبقى أنت جاي تعمل مشكلة. أنا باشوف الناس كتير عمّالة تقول إحنا ننتخب حزب جديد وده هيحل حاجة بشكل كبير. أنا التفكير في رأيي إن ده تفكير عيالي أوي يعني. لأ، هو الفكرة إن إحنا لازم نشتغل كلّنا مع بعض ككنديين، وإن الكنديين المفروض يكونوا منفتحين أكتر، مرحّبين أكتر بالمعتقدات بتاعة الناس التانية. مش معقول نلاقي مثلًا عشان نحل كل المشاكل دي إن أنا أشيل حزب وأجيب حزب وحكومة جديدة. لأ طبعًا، هي الفكرة كلّها بتطلع من الأشخاص، ويمكن دي حاجة من الحاجات اللي أنا مش هافتقدها أوي يعني. يمكن لو فكّرت ورجعت وعِشت في الوطن العربي هاقول لكم الfeedback بتاعي، أو يعني إيه اللي أنا شُفته مختلف، أو لو قارنت هنا بهناك إيه اللي حصل. يمكن أبدأ أشتكي من نفس المشاكل تاني، مين عارف، ما أعرفش يمكن رأيي يتغيّر في الموضوع ده. بس كحد عاش في كندا حبة كويسين ولف وشاف، دي المشاكل الرئيسية اللي يمكن أقدر أقول لكم عليها. كل بلد فيها الحلو والوحش، مفيش جنة ربنا على الأرض، الجنة فوق بس. ولكن بالطبع في فوائد كتيرة جدا زي ما قلت في الفيديوهات اللي فاتت، عشان بس مش عايز حد يهاجمني ويقول لي انت حاقد على كندا. بالعكس انا بحب كندا جدا وبشتاق لكندا لما بسافر، وببقى نفسي ارجع لها لان بحس ده بيتي من الاخر يعني. لكن بتمنى ان الامور تتحسن، لان الناس اللي جت في الالفينات والناس اللي جت في الثمانينات والتسعينات بيقولوا لنا دي ما كانتش كندا. بالعكس، اللي انتم مش شايفينها دلوقتي مش هي دي اللي احنا عشناها. احنا كنا عايشين كويس وجبنا بيوت كويسه وانبسطنا وكبرنا اولادنا في بيئه محترمه، في احترام للاجنبي وفي احترام انه ان انت حتى لونك مختلف مش مشكله، انت بقيت معانا هنا في المجتمع، انت واحد مننا. اتمنى ان انتوا يعني تقولوا لي رايكم هنا في التعليقات، تكتبوا لي ايه رايكم، ولو عندكم اي افكار تانية عايزين نضيفها على الحلقات، لو حد حابب نتكلم عن حاجه تانية يعني يا ريت يكتب لي ويقول لي. انا احمد حمائي، ولو انت جديد هنا ما تنساش تعمل لايك وشير والسبسكرايب وتفعل الجرس. اما لو انت بقى مستجد فيبقى ما تنساش تشترك في القناة وتبدأ تشارك كل الفيديوهات بتاعتنا مع الناس كلها. يلا اشوفكم في الفيديو الجاي، واتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم.